طب انا هقول لك سر. قول. بس صاحبه يعني اللي انا قلت له مش هيعرف يرد، كان المهندس احمد عز. كلمني الساعه 2 بالليل، كانوا بيرفعوا الحصانه على 2 اعضاء مجلس الشعب من الاخوان، فلما قاموا اتكلموا اقنعوني فرفضت. رفضت رفع الاخوان اقنعوك؟ ما هو لازم نتكلم اللي هترفع عنه. ده انا هقول لك قصه لطيفه جدا بعد كده اذا كان في وقت يعني. فبيرفعوا كان صبري عامر ورجب ابو زيد الساده الافاضل الاعضاء مجلس الشعب. فلما اتكلموا لقيت ما يستاهلوش فرفضت. فكلمني المهندس احمد عز بالليل 1:30 2 الا ربع. هو ده السر اللي هتقوله ان احمد عز كلمك؟ 2 الا ربع كده. قال لي ازاي ومش ازاي؟ قلت له هم مظلومين وما ينفعش، وسياسه الحزب وسياسه مش عارف ايه والمجلس. قلت له يا فندم خلاص اعتبرني مستقيل. قال لي قلت له مستقيل. قلت كده لاحمد عز؟ والله قلت له مستقيل. قال لي قلت له اعتبرني مستقيل، مش عايز اكمل في مجلس الشعب. انا كفايه ان انا كل يوم بخالف ضميري، فخلينا في دي حتى يعني عند ربنا سبحانه كل يوم كنت بتخالف ضميرك في المجلس؟ طبعا. طيب هكمل معاك دي بس بعد الفاصل. اهلا بيكم مره ثانيه. انا كان عندي 3 جمل المفروض تحط انت قدامهم صح او غلط، بس انا هبتدي بالجمله اللي انت قفلت بيها قبل الفاصل. ان انت كنت بتخالف ضميرك. طبعا. ازاي بقى؟ يعني ما توافق على التعديلات الدستوريه دي مثلا، دي مش مخالفه للضمير؟ وافقت. ايه القوه اللي تخليك تخالف ضميرك؟ اصل رايك لا هيقدم ولا هيأخر، يعني ايه هي الاغلبيه موجوده. واستغفرت على تصويت التعديلات الدستوريه؟ من اكتر الحاجات حاجتين حزنت عليهم جدا، التعديلات الدستوريه واسقاط العدو عن محمد انور السادات، رغم انه كانوا جابوا، لانه انا الحقيقه كل ما افتكر شكله والراجل معاه الورقه انه يعني بريء، كان بيصعب عليا جدا. بس انا الحقيقه ما صوتش يوميها يعني، بس طريقه يعني اسقاط عدوته كانت طريقه مهينه جدا بالنسبه للبشر. ما لحقوش يوصلوا لنا يعني، كانت خلصت القصه وخلصت من زمان من بدري. بس الحقيقه يعني ان انا شفت طريقه التعديلات دي وبتطبخ كلها في يوم واحد، كان شكلها وحش قوي. ومع ذلك شاركت. انا هكذب؟ ما بعرفش اكذب. هقول لك انت استغفرت ازاي؟ بالصلاه. هتعمل ايه بالصلاه والصوم يعني؟ لكنه حتى لو ما رفعتش ايدك هي خلاص كانت بتعدي. بس انت بالعمل انت نفيت لي انها ضغوط ولا اغراءات ولا خوف، امال ايه؟ هي السياسه ماشيه كده او الاتجاه ماشي كده. ولما رحنا الامانه الصبح حتى لما كان حد يتكلم، على فكره كان في 5 6 هم اللي بيتكلموا يعني، فما حدش حتى بيتكلم يقنعك يعني. ومع ذلك كنت ماشي في الطياره احيانا. ما انا عجباني شجاعتك احيانا.